أهلا وسهلا فيكم متابعينا، ورمضان كريم علينا وعليكم. ومن سلسلة حلويات رمضان سحبنا هالأكلة هي اللي هي لازم تاكل هي سخنة على السريع، من وقت ما نطالع بالفرن دغري بنحطها وناكلها. معمول الجبنة، معمول الجبنة أكلة فاخرة. طبعا معمول الجبنة أكلة ساحلية وموادها كتير بسيطة وسهلة ونكهتها لا توصف، وبتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. خليكم معنا وخلينا نبلش. لهالوصفة هي بحتاج زبدة أو سمنة ما بتفرق، عندي زيت، قطر، سميد، طحين، معلقة محلب، حليب، سكر ناعم، والجبنة محلاية بتكون. أول شي بدي أجيب الوعاء لحتى أنا أعجن فيها العجينة. كاسة السميد هاي بالإضافة ل3 كاسات طحين. بدنا ننتبه على القصة هي، يعني أنا رح أعير بالكاسة لحتى الناس اللي ما عندها ميزان تقدر تشتغلها. هي 1 2 3. هلا هدول قلبهم مع السميدات هيك. عندي معلقة صغيرة محلب حركهم معهم. هلا عندي موضوع الزبدة. أنا الزبدة هلا هي فيها 250 جرام. أنا ضفت لها شوية زيت لأنه هي فيها شوية مثل ما شفنا شوية مي أو حليب هذا، فمشان أنا أعدل العيار تبعي بحط شوية زيت. إذا كان سمنة استعملنا السمنة ما في داعي للزيت، بس أنا عم استعمل الزبدة مع شوية الزيت هدول. نعجنهم هلا. طبعا الزبدة مثل ما شايفين طرية، يعني تكون حرارة الغرفة، أو إذا كانت قاسية بنحطها نص دقيقة بالميكروويف تزبط معنا، بحيث إنه ما نعجنها كتير. يعني مثل ما شايفين هلا شلون عم تتكون عجينة. مثل ما شايفين هلا تشكلت عندي عجينة. هلا شو بساوي؟ بجيب الحليب وبجيب شوية قطر مشان أنا أعطيها لون كمان بالفرن يطلع لونها حلو. هدول هن بدي إياهم هلا بلوشون لوش، يعني هيك على الخفيف. بلع الميات يعني. أنا طبعا ما حطيت أنا سكر، حطيت بس شوية قطر مشان اللون بالفرن، يعني ما بدي إياها حلوة. أنا الحلاوة اللي حاخدها من السكر الناعم اللي بدي أحطها على وش قرص المعمول. ضلني هيك عم بلع فيهم على الخفيف لحتى يتبلع المي كله أو السوائل، بس نشوفهم هيك تبلعوا. هاي الحركة هي بروس الأصابع. هيك تبلعت. هلا بنحطها شغلة 10 دقايق بالبراد. بعد 10 دقايق بنرجع لكم. عشان العجينة وحطيناها شوي بالبراد، بهالفترة هي على بين ما تبرد شوي العجينة رح ندعك الجبنة. طبعا الجبنة أنا اخترتها هي الحلوم، أو ممكن تختاروا الشلال. أوان ما بتشتغل، يعني يا الشلال يا الحلوم، بتعطي مطة وبتعطي طعمة طيبة. بقى هون أنا محليهم تحلاية. هلا بدعكهم كلهم مع بعض هون، بدعكهم هيك، بدمجهم كلهم مع بعض هون، وبدي دعبلهم كم قرص بيطلعوا لحتى أنا ما يزيد عندي لا عجين ولا جبنة. كمية الجبنة اللي هي نص كيلو، وطبعا نحن عجناهم هذنك تقريبا نص كيلو كمان. يعني اللي بده يعجن مثلا كيلو بده يحسب حسابه يحط كيلو جبنة. كل كيلو بياكل كيلو، يعني كل كيلو عجين بياكل كيلو جبنة. هلا بناخذ هلا كمية هيك ونحط، طبعا يكونوا متساويين مع بعضهم حسب أنا حجم القرص اللي بدي يساويه. موضوعنا هلا فينا نحن كمان هي القصة نفرزها، يعني اللي بيحبها بيشتغلها بياخذ منها حاجته بيفرز البقايا. بس تتفرز تقعد 6 شهور بالفريزر. بس نقيمها ما بنحطها دغري بالفرن. نستنى عليها شغلة ساعة ساعة ونص لحتى تحل وترجع كأنه هلأ شاغلينها. بس تحل تمام بنحطها بالفرن. هلا بعد 10 دقايق مثل ما حكينا بدنا نقرصهم ونحشيهم.
بخة طحين هيك خفيفة. هلا بخة طحين خفيفة هيك، ناخد ونقرص. هلا هون طلعوا معنا 11 حكينا، رح نقرصهم 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. زاد شقفة هيك بنوزعها بحيث انه طلعوا 11، لا هون بيزيد ولا هون بيزيد. هلا شوية طحين ناخد نمعسها هيك، ناخد الكمية نكبسها مثل كأننا عم نحشي معمول عادي. بخة طحين هيك ونحطهم. هاي وحدة، ما بدي اخليه يبين جبنة، يعني مثل المعمول العادي اللي نحن بنحشيه فستق جوز عجوة، بس هون عم نحشيها جبنة. صينية الفرن هلا بنجيبها. قديش عنا اشخاص مثلا بنحط على قدهم، مثلا وحده زياده كذا. يلي ما بدنا نشويه بنحطه بصحن مثل هذا الصحن، صحن الفلين هيك. بنحطه مثلا بنشتغل هون مثل كأننا عم نساوي المشوية، كبة المشوية هيك، ضغطة خفيفة هيك بهالشكل هاد. يا بنحط هون تفريز او بنحط هون عالشوي. بدي حمي الفرن هلا لأعلى درجة فوق تحت. طبعا هلا هون هالستة هدول بيشتغلوا بالفرن. هلا هون عندي الصحن هاد بدي فرزهم هدول البقايا، ما بدي اشويهم لأن لازم تاكل هي سخنة على السريع. من وقت ما نطالع بالفرن دغري بنحطها وناكلها. طبعا نحن ما بنغلفهم دغري، بيتفرزوا بعد ساعتين ثلاثة. مطالعة بنلاقيها صارت مثل الحجر، بنغلفهم ونرجعهم على الفريزر، بتقعد معنا 6 شهور. لما بدنا نساويها نحن نساويها بالفرن بنطالعها قبل بساعة ونص ساعتين تقريبا، بتكون حلت صارت طرية، مشان الجبنة بتكون مفرزة من جوا، بتكون حلت صارت طرية. بناخذهم بنصفهم بهالصينية، بنشغل الفرن ونشويهم. هلا فرننا حامي نحن، بس بدنا نحرص شغلة وحدة. طبعا الفرن حرارته على اعلى شيء، بنحط من فوق، فوق رح يستوي فوق تحت عندي. وطبعا نحرص انه الصينية تكون تيفال، ما تكون ألمنيوم تلزق معنا، لازم تكون تيفال. في حاجة كانت ألمنيوم؟ ألمنيوم بتلزق معنا، الألمنيوم ما بتشتغل معي للفرن. طيب إذا حطيت ورق زبدة بصير الألمنيوم؟ تمام. بحال انه عندنا ألمنيوم ما في حل تاني، ممكن نحط ورق زبدة ونحطهم على ورق الزبدة ونشويهم. وهلا رح نفرجيكم الشغل. يا سلام يا سلام يا سلام على المنظر. هلا رح ناخذ وحده طبعا هي لازم تقدم سخنة، مثل ما سحبناها من الفرن دغري بنحط لها السكر الناعم على وشها هيك الكمية اللي بدنا اياها، ولا روحي على الاكل. مثل ما بدي اياها بالضبط. مثل ما أنا بدي مثل ما انت بدك اياها بالضبط. وهلا حلويات المحلات صرنا نعرف كيف نساويها بالبيت بكل بساطة وسهولة. وهيك مثل ما شفتوا معي بالفيديو من اوله لاخره كيف نحن ساويناها، اكلت معنا طبعا هالاكلة ساعة. بتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. طبعا هالوصفة هي مميزة، يعني هي الوصفة نحن طبعا بالمطاعم الثقيلة كنا ننزلها ونبيعها بسعر مرتب، لانه عم نعطيكم سر الوصفة. بتمنى انه الشيء اللي بتقدروا تشتغلوه بالبيت لا تجيبوا من
محلات الحلويات فينا نحن نشتغله بالبيت بكل سهولة بكل بساطة، والمواد متوفرة وين ما كان. جربوها وإن شاء الله تنال إعجابكم. كان معكم الشيف أحمد، ورمضان كريم.